وبركاته. معاكم والد فرح رامز حسام من بورسعيد. فرح عندها 5 شهور ونص، اتشخصت ان هي عندها ضمور في العصب الشوكي. ده مرض نادر، ده مرض ليه علاقه بالجينات. هو في جين اسمه SMN1. الجين ده للاسف مش موجود عند فرح. الجين ده المسؤول عن بناء عضلات الجسم كله، مش عضلات الايدين والرجلين بس، اي عضله في الجسم. الجين ده مش موجود عندها، وعلاجه للاسف غالي جدا. هو علاجه حقنه ب 2 مليون دولار، يعني بما يقارب 100 مليون جنيه مصري. ده العلاج الوحيد بتاعها اللي ممكن يخلي فرح سليمه بنسبه 100%. في علاج تاني اسمه ريستبلان، بس العلاج ده يا دوبك بيخلي الحاله مستقره، بيخلي الحاله ما تتدهورش، يعني بيخلي بمعنى اصح كده الحاله عايشه. الدواء ده المفروض تاخده طول عمرها لو ما خدتش الحقن. العبوه الواحده للدواء ده بحوالي 80,000 جنيه، بتقعد 44 يوم بس. يعني كل 44 يوم مطالب انها تاخد عبوه، ولو في يوم ما خدتش فيه العلاج ممكن حالتها تتدهور. انا كل اللي انا طالبه، اللي احنا عايزين نوفر لها الحقنه العلاجيه اللي هي ممكن تخليها سليمه بنسبه 98%. طبعا المبلغ ده كبير جدا جدا جدا، فللاسف الدوله ما بتقدرش توفر الحقنه دي. فانا كل اللي طالبه اللي احنا نفتح حساب تبرعات، وانا واثق في الناس ان هم ممكن يساعدونا وممكن نلم ثمن الحقنه فعلا ونعالجها. الفكره كلها ان للاسف ما ادانيش تقرير ان انا افتح بيه حساب. انا كل اللي انا طالبه، اللي انا عايز افتح حساب تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، لان انا ما ينفعش افتح حساب شخصي والم فيه تبرعات. الموضوع ده غير قانوني تماما. الفكره كلها اللي انا عايز بس افتح حساب تبرعات والحق فرح. وكل ما الموضوع بقى اسرع وكل ما بقى بدري، كل ما بالنسبه لها بقى احسن. يعني مش لازم الاجراءات تقعد بالثلاث والاربع والخمس شهور. انا بس كل اللي انا طالبه حاله استثنائيه، اي حاله استثنائيه، ان احنا نفتح لها حساب تبرعات ونلم ثمن الحقنه ونحاول نعالجها ان شاء الله. وانا واثق في الناس، لو احنا فتحنا حساب ان شاء الله الناس هتساعدنا ومش هتسيبنا باذن الله. انا واثق فيهم جدا. فاتمنى بس ان احنا نسرع الاجراءات وان احنا نحاول نفتح لها حساب في اسرع وقت. اتمنى، عايزين بس نلحقها بس.